بعد موتك لست عزيزا على أحد إلا الله جل وعز شانه، لهذا أعد لك الجنة. بعد موتك الكل سينساك، بعد موتك ستكون تحت التراب ذكرا واسما وجسدا، بعد موتك سيقتسم الأهل الأموال، بعد موتك ستأخذ الزوجة ما لها من نصيب، وبعد موتك سيأتي الأبناء يقتسمون ما جنيت وما جمعت، بعد موتك ستنسى ولن تكن عزيزا على أحد إلا الله. لهذا كن صالحا، كن مؤمنا، لتأخذ ما أعده الله لك. ودي أموت اليوم وأعيش باكر، وأشوف منه بعد موتي فقدني، وإنه حملني لين ذيك المقابر، وأشكر أنا كل من كرمني ودفني، وبشوف يرثيني أنا كم مشاعر، ومنه تركني وما كتب شيء. ستموت، ولربما القوم يرثونك بالقصائد ويطبلون ويزمرون ثم ينسون. هكذا هي سنة الحياة. لست عزيزا على أحد إلا الله، فاعمل عملا يؤهلك للجنة. إياك ثم إياك أن تظن أن أحدا سيحول بينك وبين الله، ما هو إلا قبر بينك وبين الله، ثم إليه الحساب والمرجع. من أهلي في العزا كان حاضر، منه دعا لي في صلاته ورحمني، هذا القبر يوجد له صاحب قد حواه، ليس بهذا الأمر المهول لأنه له صاحب، لكن هذا ينتظر أحدا منا.